بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هتكلم عن موضوع الصيحة الكبرى اللي انتوا حاطينها على اليوتيوب. الأخ محمد محيي عامر، أخدت الفيديو بتاعي من سنة 2017 وأخدته وقصيت من هنا وقصيت من هنا وحطيت كلمتين في النص وقاعد بتسأل ايه العلماء رأيهم في كده. تقدر انت تفهمني ان لو واحد جاب لك كلمتين قطعها من موضوع يقول لك فسر لي اياه؟ انت عارف عملت ايه؟ زي ولا تقربوا الصلاة، وفرحت قوي وقلت خلاص مفيش صلاة، ما كملتهاش. لو انت كنت بأمانة صحيح وقادر عايز تفهم علم صحيح زي ما انت بتقول، كان حطيت الفيديو كامل وطلبت من علماء مصر انهم يدوك رأيهم في الفيديو كامل. مش هتخسر حاجة، كله كان 25 دقيقة، مش هتخسر حاجة. انما تقص الفيديو من هنا ومن هنا وتقعد انت كنت عايز تعبي صفحتك بلايكات وبناس وبالفعل عبيتها 29,000 لايك و77,000 شير. كل ده ليه؟ عشان ايه؟ كسبت ايه؟ على العموم انا بالنسبة لي انا كسبت عن طريقك. انا كسبت. هو انا اكتشفت شعب مصر ما بيعرفش اي حاجة عن اهل البيت. شعب مصر ما بيعرفش اي حاجة عن دين الله الصح، ماشيين ورا اللي بيسمعوه على المنابر من الشيوخ فقط، لا في قراءة ولا في ابحاث. الله سبحانه وتعالى قال لكم في القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك اتبعوني يحببكم الله. مذهب الشيعة هم اللي اتبعوا رسول الله صح، انتوا ضلتوا عايمين. وهنا الفرق بين الإسلام وبين الإيمان، وقبل كده أنا حكيته بس انتوا ما بتعرفوش، لأن هو دخل على القناة بتاعتي في قناة عليون على اليوتيوب وأخذ الفيديو. يا ريتك أخذت حاجات تانية، يا ريتك نشرت حاجات تستفيد منها أهل بلدنا المحترمين. إنما اللي لقيته أنا إيه؟ داخلين كلهم مش فاهمين حاجة وفاكرين إن ده فيلم رعب، وكلهم خايفين، واللي بيشتم واللي بيسب واللي بيهزر واللي بيتكلم كلام ده بيفكر خفة دم. كل دي سخافات وجهل وحماقة. يعني واحد يقول لي انت مرة عجوزة بتتكلمي كده ليه؟ طب يا اخي انا جه عليا وقت كنت قدك، وانت هيجي وقت وعليك وقت تبقى قدي. ده مش مكان للمعايرة، ده سيستم ربنا حطه في الحياة لكل الناس، يكبروا صغيرين وبيكبروا. انما انت مرة عجوزة، طب انا مرة عجوزة بفهم اكتر منك ومن كل علمائك، ايه رأيك؟ اول حاجة اكتشفت ان الشعب المصري مع احترامي الشديد له، وانا منهم واهلي هناك منهم، اكتشفت انكم ما بتعرفوش اي الفرق بين الصيحة والنفخة. علامات ظهور الامام المهدي، علامات يوم القيامة. مش فاهمين علامات الساعة ايه هي. ما عرفتوش اي موضوع. عرفتوا دلوقتي عن طريق الفيديو ده ان هتيجي عندكم دربكه في شهر رمضان. انا في الفيديو ما حددتش اي يوم ولا اي سنه ولا اي وقت. الكلام اللي انا قلته اخدته من نهج البلاغه. اذا كان في حد فيكم بيعرف نهج البلاغه ده للامام علي سلام الله عليه، اللي عمره ما يتكلم كذب ولا عمره ما يقول كلمه كذب ولا كلمه خطا. في نهج البلاغه هو فهمنا وقال لنا من علامات ظهور الامام المهدي هتحصل كذا، هتحصل علامات، ودلوقتي العلامات اتحققت ان شاء الله. وانا قلت لكم في الفيديو ايه؟ ان في يكون شهر رمضان، واسمعوه تاني بس ما حدش فيكم انتبه ليه؟ اللي ما عندكمش التذوق ان يقول لك اعيد الفيديو اسمعه، كمل الفيديو اسمعه، رغم ان انا قلت لكم في الفيديو يكون سنة وتر، ويكون في اوله خسوف وكسوف، ويكون في نصه يوم جمعة، ويكون في 23 يوم جمعة تبقى هتحصل فيه الاشياء دي، ودي مقررة في على فكرة الحديث ده موجود عند السنة وعند الشيعة، بس لان انتوا عشان الامام او صاحب الازهر الدكتور خالد قال حديث موضوع. ليه حديث موضوع يا دكتور؟ لان ابن الجوزي قال انه موضوع. انت هتمشي ورا ابن الجوزي وتترك حديث رسولك؟ ها؟ بتخلي حديث الرسول حديث موضوع لان ابن الجوزي قال لك الكلام ده؟ انت ماشي ورا انه دين؟
ورا أنا بسألك يا دكتور خالد، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، دي في صحيح المسلم البخاري عندك. رد علي، من هو إمامك؟ من هو إمامك؟ طيب راح أقول لك على حاجة تانية. أنت كرجل دين ما مرتش عليك في القرآن آية بتقول لك هل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وأهدنا إلى سواء الصراط. هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، قال اكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج. هنا ربنا كان عايز يفهمه ويفهمنا. ربنا مش حاطط لك الأمثلة في القرآن لا تاخدها كأنها حدوتة، حاططها لك عشان تتعلم منها، وخصوصا لما تكون في مركز قيادي زي حضرتك. هنا قال له ايه؟ ربنا هنا فهمه ايه؟ ان ما تحكمش من طرف واحد، ولذلك لقطها داود وخر راكعا وأناب، عرف ان ده من عند ربنا رسالة. انا بسألك، وصلك الفيديو سمعته؟ طلبت انك تطلب الفيديو كامل وتسمعه حتى تحكم ان هو خرافة وخزعبلات ابن الجوزي قال ان ده حديث موضوع وما تردوش على الكلام ده. انا ده مش كلامي، مش اختراعي ولا كلام ابويا، ده كلام امامك المهدي وكلام امامك علي عليه السلام اذا كنت تعرفه. للاسف الشديد انت في مركز قوة وفي مركز قيادة، المفروض انك تحكم على اي قضية تسمع الطرفين. ما فتحتش الفيديو ولا سمعته ولا سمعت انا قلت ايه في الفيديو ابدا، حكمت على كلمتين وعملت جلسة وعملت مؤتمر وعملت لا ده كله عشان تقول ايه؟ للمصريين ما تخافوش. المصريين لازم يعرفوا ويعرفوا عن طريقكم انتوا يا بتوع الازهر. ليه خبيتوا عليهم؟ ليه خبيتوا عليهم دين محمد؟ ليه؟ بتتذكر حضرتك سليم البشري، الشيخ سليم البشري لما عمل مقابلة مع عبد الحسين شرف الدين، وكان في منتهى الاثنين في منتهى الأدب والأخلاق والذوق والتربية الراقية والكلام الراقي، قعدوا يتناقشوا في الموضوع لما حصل ان الشيخ سليم أعلن تشيعه ودخل المذهب الجعفري في الأزهر. قفلتوه ليه؟ انتوا تابعين مين؟ قفلت المذهب الجعفري ليه؟ طب إذا قفلت المذهب الجعفري أنت ما خدتش في دراستك اللي أنت الدكتوراه بتاعتك حاجة عن أهل البيت خالص؟ ما عرفتش إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيأمرنا إن إحنا نتبع كلامه ونتبع سبيله؟ إيه هو السبيل؟ ما هو سبيل الله؟ ها؟ ما هو الصراط المستقيم اللي أنت بتقف في الصلاة وبتقول اهدنا الصراط المستقيم؟ بتطلب من ربنا هدايتك لمين؟ لمين؟ الصراط المستقيم يا دكتور هو علي وأتباع علي وأولاد علي. الصراط المستقيم يا دكتور هو اللي انت بتطلب فيه، هو اللي ربنا قال لك في القرآن لما كان في ديالوج بين ربنا وبين إبليس فقال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قال له هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن هذا صراط علي مستقيم، حورها أبو بكر وعمر وكتبوها هذا صراط علي مستقيم. الكلام الأسلوب القرآن له ثقافة عالية جدا، له تذوق عالي جدا، له إعجاز بلاغي. هل من الإعجاز البلاغي أن يكون الصراط على الله والله هو اللي خلق الصراط ومشوها ومشوها بالعافية؟ لا، رسول الله ما قالش كده، ما أراهاش كده، قال لك هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عباده مين؟ اللي هم أولاد علي. قال له دول مالكش دعوة بيهم لأن دول معصومين، ما تقدرش عليهم لأنهم في عصمتي. تعرف كده ولا لا يا دكتور؟ يلي بتكفر اللي أنا قلته بتطلعوا خرافات وبتطلعوا. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول إيه؟ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا وأنتم شهداء
وما الله بغافل عما تعملون. هتقول لي أهل الكتاب اليهود والنصارى. لا يا باشا، أهل الكتاب هنا يقصد إحنا المسلمين أهل كتاب. اليهودي عنده التوراة، والنصراني عنده الإنجيل، والمسلم عنده القرآن. إحنا أهل كتاب كمان. ولذلك في سياق السور بتجد إن ربنا لما بيتخاطب معانا برضه بينادينا بأهل الكتاب. شوف هنا قال لك إيه بعد ما قال لك يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. ما هي آيات الله؟ آيات الله هم أهل البيت المعصومين، بإقرار القرآن إن النبي والوصي وأولاد الوصي هم آيات الله. ربنا مش قال لك في القرآن عيسى وأمه آية من آيات الله؟ إذن الأنبياء من آيات الله، ورسول الله من آيات الله، ووصي رسول الله من آيات الله. هنا بيسألكم لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله. ما هو سبيل الله؟ طريق علي وأولاد علي، هذا السبيل. من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، يعني اللي عايز يمشي ورا علي هو حر. لما تصدون عن سبيل الله وتبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. شوف بقى، اسمع هنا، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. هنا الكلام للذين آمنوا مش الذين أسلموا. في فرق بين الإسلام وبين الإيمان دلوقتي هقول لك عليه. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول الله. يبقى عرفت مين هم أهل الكتاب هنا؟ وفيكم رسول الله ويهدي إلى صراط مستقيم. يهدي رسول الله، يهديك إلى صراط مستقيم، إلى صراطه هو وعلي. هذا تفسير الآيات يا دكتور. أنا هحطها لك على اليوتيوب واطلع قول كلام غلط وكلام كفر وكلام لخبطة، أنت حر. طيب، عشان أبين لك إن في فرق بين المسلم والمؤمن، هنا ربنا خاطبهم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، اللي هم مسلمين زيكم، بيبعدوكم عن علي وبيبعدوكم عن أولاد علي وبيبعدوكم عن الصراط المستقيم. إن تطيعوهم بعدين كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ إزاي؟ يبقى ده الكلام في كتاب الله مع مين؟ مع اليهود والنصارى ولا مع المسلمين اللي غيروا في كتاب الله واللي حاولوا انهم يبعدوا علي وآل علي كلهم عن بقية الناس؟ هديك فكرة عن الفرق بين المسلم والمؤمن. وأظن أنت في صلاة الجمعة لما بتقف بتئم صلاة الجمعة بتقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. طب أنا أسألك بقى، ما الفرق بين المسلمين والمؤمنين والمسلمات والمؤمنات؟ ما هو الفرق؟ جاوبني أنت، يا ريت تكون قدامي عشان تجاوبني، يا ريت أعمل مباشرة بيني وبينك كده ونتحارج إحنا الاتنين. الفرق إيه؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان اللي هو إيه؟ الإيمان يا دكتور هو الإقرار بولاية علي. الدين بتاعنا كل دين الإسلام كله مقسوم اتنين، جزء تنزيل وجزء تأويل. الجزء التنزيل مسكه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولما جت نهاية وقته سلم الباقي إلى علي وهو التأويل. ولذلك قال في حديث متفق عليه يا علي أنا أقاتل على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل. وبالفعل وحطهم في يوم الغدير. يوم الغدير ليه ما بيعرفوهوش المصاروة يا دكتور؟ ليه ما بتقوموش تقولوا يوم الغدير ده عبارة عن إيه؟ ليه؟ يوم الغدير ده يا جماعة يا مسلمين يا مصاروة، يوم الغدير ده هو يوم تسليم رسول الله للإمام العلي بالوصية. 180,000 كان شخص واقفين معاه جايين من حجة الوداع. نزل عليه جبرائيل وقال له إن العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني 23 سنة عندك مشطوبة قصاد اللي هتبلغه. فقال لهم اعملوا لي منبر. قالوا له منين نجيب لك منبر؟ كانوا واقفين وصلوا لمنطقة الغدير. قال لهم استنوا هنا، اللي قدام ندوهم واللي ورا استنوهم، اجتمعوا كلكم مع بعض واعملوا لي منبر. اخذوا اللي على الخيل واللي على الجمال اللي بيقعدوا عليهم وعملوا له منبر عالي، وقف
وكانت اختيار ربنا العظيم لمنطقة الغدير. دلوقتي اكتشفوا العلماء ان في المنطقة دي فيها خاصية نقل الصوت في تراب الارض دي، ولذلك ربنا استناه لما وصل للغدير وقال له هنا بلغ ما انزل اليك. جمعهم وبدون ميكروفون وقف على المنبر وقعد قال لهم خطبة طويلة عريضة، من كنت مولاه، وفي الاخر قال لهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هنا عمر بالذات وجه سلم على علي وقال له بخن بخن يا ابن ابي طالب، اصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنه. دول كانوا بيفكروا ازاي؟ دخل يسلم عليه وفي قلبه وفي ضميره انه مش ممكن يوافق عليه، ولذلك بعد ما خلصت الغدير دخلوا وعملوا الصحيفه، ودلوقتي هقول لك عليها. الغدير يا جماعة كان ربنا سبحانه وتعالى قاصد يعلم الناس ان الامر يمسكه بعد رسول الله علي. ولذلك في موقعة الغدير اخذ عليهم عهد رسول الله، والعهد ده كلهم قالوا وراه موافقين انه ايه؟ ان ما حد يمسك كتاب الله ولا يفسر كتاب الله غير علي واولاد علي. ليه؟ لأن هم الراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هم الراسخون في العلم. يوم حفظنا القرآن، ربنا حفظ القرآن إيه؟ حفظه فين؟ مش عندك في مكتبك ولا في سيارتك ولا في بيتك، حفظه في صدور قوم مؤمنين. في صدور قوم مؤمنين. مين هم؟ هم محمد وآل محمد فقط. ولذلك القرآن لا يفسر إلا بمحمد وآل محمد. كل الكلام اللي انتم بتفسروه ده كله كلام فارغ، كله كلام فارغ. اللي ما كانش يتفسر القرآن عن طريق محمد وآل محمد فهو مضروب. دلوقتي أهل مصر العزاز عليا قوي، ورغم اني اتألمت جدا ان لقيت معلوماتهم سطحية جدا، مفيش معلومات بالمرة، خايفين وتأليس وكلام فاضي وكلام ملوش طعم وكلام ده تكفير وده ده خزعبلات وده بعرفش ايه وده خلينا نروح نشرب كوبايه عرقسوس على البلكونه. واحد بيقول كده، غباء. يا عمي لازم تفهموا دينكم، لازم تفهموا الفرق بين الصيحه والنفخه. كلهم يقولوا لي دي لما تيجي يوم يسمعون الصيحه بالحق صيحه إسرافيل نفخه، إسرافيل نفخة. إنما الصيحة يعني صيحة بصوت ونداء على إنسان، على حدا، زي ما أنت بتقول يا فاطمة أو يا محمد، دي صيحة. إنما النفخة حاجة تانية. لازم يكون عندكم الدقة في الكلام والدقة في الفهم. أنتوا جماعة سطحيين جدا وده خسارة. مصر هيكون فيها منبر الإمام المهدي، لازم تحضروا نفسكم لوجود الإمام بينكم. ازاي؟ اتعلموا عن علم الله، اتعلموا عن علم رسول الله. ادخلوا على القنوات الفضائية اللي موجودة الشيعية، اتعلموا، افهموا، ابحثوا فيها، قولوا صح وغلط، اتناقشوا فيها، انقضوها، المهم اعرفوا. انما واحد يجي يقول لي دي صفحة نفخة إسرافيل زي ما قال القرطبي ولا قال ابن كثير ولا قال هدول اللي فسروا القرآن على مزاجهم. لا، افهم. انت دلوقتي انت في وقت جديد، وانت هتكون موجود لما امامك يطلع، وهتلاقي نفسك تايه، مش عارف حاجة، مش فاهم حاجة. في فرق كبير بين علامات يوم القيامة وبين علامات الظهور. اول حاجة يوم القيامة لحظة ويكون كله مدربك وكله رايح، ويوم تحمل الارض والجبال فدكتها دكة واحدة، انتهى الموضوع. انما علامات ظهور الامام شكل تاني. علامات ظهور الامام اداك 1 و2 و3 علامات كونية وعلامات ارضية. انا اللي ذكرتها دي من العلامات الكونية اللي هتحصل في شهر رمضان، بس انا ما حددتش انه شهر، ده انا عملتها من سنة 2017. ما قلت لكمش انه سنة ولا انه شهر، انما ادانا العلامات وقال لنا بلغوها. العلامات موجودة عندكم في الكتب، اقروا الكتب وافهموا، بدل ما تقعدوا كده كلكم يعني لا مؤاخذة زي ايه، قطيع من الغنم مش فاهم حاجة. كلهم قعدوا ولا حد واحد او 2 اللي اتكلم كلمة حق. انا عارفة ان اخواننا الشيعة في مصر ما يقدروش يدخلوا عشان ما يكونوش مشتبهين قدام الحكومة، ده بعرفه، وعشان كده ما يقدروش يردوا ويحطوا صباحهم في عينيكم.
انما ضلوا ساكتين، وده احترامي لهم انهم ضلوا ساكتين. انما انا دلوقتي اللي بكلمكم، وانا دلوقتي اللي بفهمكم. قعدتكم على البلكونات وقعدتكم تشربوا عرقسوس زي ما هو قال والكلام ده كله مش هيفيدكم. يوم ما يطلع الامام وعلى وشك الظهور، يوم لا ينفع نفس ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. امنت من قبل بايه؟ امنت من قبل بوجود الامام. انتم مؤمنين، انتم مسلمين مش مؤمنين. الاسلام هو ايه؟ اسمع في سورة محمد، اول سورة محمد بتقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. سبيل الله اللي هو علي واولاده. كفروا وصدوا عن سبيل، كفروا بعد ايمانهم وانتم عارفين مين هم. وصدوا عن سبيل الله، مش عايزين لا علي ولا اولاده. اضل اعمالهم. اسمع بقى دي، والذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا بالله ومحمد وكتاب محمد وعملوا الصالحات، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. كمان إيمان تاني اللي هو إيه؟ نزل على محمد في يوم الغدير. خد بالك في فرق بين نزل وأنزل. آمنوا بما نزل على، يعني نازلة مرة واحدة بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ها؟ دول الجماعة اللي أمنوا، دول هم دول شيعة محمد وشيعة علي. اللي انتوا بتقفوا على بتسمعوا شيوخ الفتنة يقف يقول لك الشيعي عنده متعة، الشيعي بيتجوز مرته بيسلم مرته لجاره. واحد كلب حقير نجس طلع في الفضائيات يقول الشيعي بيخلي مرته لما يجي يسافر يديها لجاره وينام معها قبل ما يجي. انه كلب بيتكلم الكلام ده؟ ده في الحيوانات ما حصلتش. يعني بس لو اطولك عشان ابزق في وجهك اللي قلت الكلام ده. عيب عليك، عيب عليك، عيب عليك. احنا اتباع محمد وآل محمد، احنا اللي ماشيين صح على دين الله، احنا اللي بنعرف الحلال والحرام صح. انتوا بتعرفوه عن طريق الشيوخ على الميكروفونات. انما بتمنى واحد فيكم يمسك كتاب، بتمنى واحد فيكم يدخل على اليوتيوب. يا عم ادخلوا، عندي 350 محاضرة في قناة عليون على اليوتيوب. محمد موسى عنده اكتر من 300 في قناة عليون، كلها بتتكلم عن اهل البيت، كلها بتفهمكم ايه هم اهل البيت، بتفهمكم كيف خلقة الانسان كيف نشأت. محمد اتكلم عن طريقة الخلق بطريقة جميلة جدا جديدة، ما حدش من العلماء عملها، ولا حد من الشيوخ اتطرق إليها، ولا حد حتى فتح يقراها. بس قاعدين يقولوا كفر وزندقة. وابن الجوزي قال، ابن الجوزي ده مين؟ ابن الجوزي ده مين اللي بيخليك تكفر موضوع لرسول الله أو حديث متفق عليه؟ ايه ده؟ عايزين ايه؟ توصلوا لفين؟ يا أهل بلدي يا محترمين، اقروا واسمعوا وافهموا. الحمد لله اللي ربنا بعت لكم الحلقة دي تهزكم. الحمد لله اللي ربنا بعت لكم. هو الأخ محمد ده اللي عمل الحلقة كان قصده ينعش صفحته، إنما هو عمل عمل هو مش حاسس بيه. عملت عمل في مصر، كتر خيرك. هزتهم وعرفتهم إن في حاجة اسمها شيعة، وان في حاجه اسمها دين، وان الشيعة دول ماشيين ازاي. ابحثوا بقى انتوا، شوفوا الشيعة دول ماشيين ازاي. سيبكم من شيوخ الفتنه، سيبكم من شيوخ اللي بتنعق على الميكروفونات في كل حته. الله يرحمه الشيخ الشعراوي عمره ما قال كلمه غلط على الشيعة ابدا، وعشان كده وهو بيموت قالوا اهل البيت في مكانه. اتعلموا، افهموا واقروا، بدل ما تقعدوا تمسكوا القلم وتقولوا احنا خايفين واحنا مرعوبين ونستنى يوم الجمعه اللي هو بكره ده. مفيش حاجه فيه، لاني قلت لكم هتحصل فيه كسوف وخسوف، ما حصلتش. الامام علي قال العجب بين جمادي ورجب، عدى جمادي وعدى رجب، ما حصلش فيه حاجه. يبقى معناته مش السنه دي. والاخ اللي بعت يقول لي السنه دي 2020 مش سنه، مش وتر. يا عمي الحساب بيكون بالسنه الهجريه مش الميلاديه. أنا لغاية كده راح أقف وأسيبكم، وأتمنى من الله شعبي المحترم الحبيب إنه يفتح ويقرأ وما يردش على أي من الشيوخ مين ما كان دكتوراتهم. اسمع أنت وافهم، لأن أنت هتقف قدام ربك لحالك وهتقابل إمامك. هيطلع عندك الإمام عنده منبر كبير في مصر، حاطط الإمام هيعمل منبر كبير عندكم. شوف بقى لما تيجي أنت قدام الإمام ويقول لك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل
أو كسبت في إيمانها خيرا، بس اللي آمنوا بيا هم اللي يقفوا واللي يجوا واللي أساعدهم واللي أكون معاهم. خليكوا قاعدين بعيد، خليكوا قاعدين في الخفاء، خليكوا قاعدين في الضلمة. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. بس بنقف لغاية كده، والسلام عليكم ورحمة الله.